Hello sweetie, welcome to my channel. اللي مش عارفني انا كريستينا، وانا بحب الحاجات اللي هي ليها علاقه بالسكين كير والهير كير والميك اب والحاجات دي عامه. فلو انتي ليكي في الحاجات دي ومهتمه بيها، اشتركي في القناه علشان تتابعي كل الحاجات اللي انا هنزلها الفتره الجايه. بما اني عندي مناسبه بكره، فعايزه اعمل شعري بشكل يكون حلو كده. اللي مش عارف شعري، انا شعري كده يعني متكسر بسبب ان انا كنت عاملاه ضفاير، واللي مش عارف انا كنت عامله ضفاير ازاي عشان اكسر شعري كده يرجع يشوف الفيديو اللي فات. كنت عامله شعري كسرته كده بسبب ان انا كنت عاملاه ضفاير. انا اللي مش عارفني شعري ستريت قوي. عندي بس مشكله معاه ان انا لما بغسله واسيبه بيهش مع الهوا وكده، حتى لو حطيت له سيرم. فبلجأ ان انا مثلا اعمله ضفاير او اعمله بكذا طريقه تانية هوريها لكم بعدين، ان انا اخلي شعري يبقى متكسر ويبقى شكله حلو وشكله مختلف، ان انا اجدد كل فتره. فالنهارده هجرب حاجه جديده معاكم ونشوف هتنفع مش تنفع، الفينش بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي. فالنهارده هوريكم التجربه بتاعتي مع الفليكسي رولز، واقول لكم كل التجربه بالظبط، انا بحتاج ايه، باخد وقت قد ايه على ما بعملها، مميزاتها معايا وعيوبها، بتنشف في وقت قد ايه، كل حاجه حرفيا عنها. فلو انتي مهتمه بان انتي تعرفي ازاي تعملي شعر كيرلي بالفليكسي رولز، تابعي الفيديو ده للاخر. طيب، اول حاجه علشان نعرف نعمل بالفليكسي رولز دي وتدينا الفينش اللي احنا عايزينه، لازم يكون الشعر الاول مبلول علشان الشعرايه تنشف على وضعيه الفليكسي رولز اللي هي لما نكون لافين شعرنا. فانا هروح ابل شعري وارجع لكم واقول لكم هعملها ازاي بالظبط. ماشي كده، جيت بعد ما غسلت شعري. نبدأ دلوقتي نستخدم الفليكس رولز. احنا كل اللي هنحتاجه مشط يكون سنه صغير علشان نعرف نسلك الشعر ويتظبط بيه. طرق بس عشان نقسم وبنس مش اكتر. احنا اقل عدد هنحتاجه في الفليكس رولز علشان يعني الشكل الى حد ما يكون مظبوط شوية. هي 20 واحدة تقريبا، في حدود كيسين، هو الكيس تقريبا بيبقى فيه 10. هقسم شعري ازاي؟ انا الاول هقسمه بالنص، يكون مظبوط كده من الجنبين. الجنب دوت مش هستخدمه دلوقتي، هخليه. انا دلوقتي بقسمها بحيث ان كل جنب بياخد 10. بياخد 10 ازاي؟ بقسم الاول كده من فوق وداني، الجزء اللي تحت ده هيتقسم على 2، وده كده بيبقى عندي جزء. بيبقى عندي بقى الجزء دوت، بقسم الجزء كده من هنا، دي كمان هتتقسم على 2، ودي تتقسم على 6. هلم ده كده دلوقتي، مش هحتاجه. دي كمان برضه مش هحتاجها. عندي ده دلوقتي هاخدها على 2. احنا كل ما بنكتر في عدد الفليكسي رولز بتبقى يعني الفينش بتاعها احسن وبتقعد وقت اطول. بس ده يعني اللي هو اقل عدد يعني احنا ممكن نستخدمه، ان هي بتبقى 20 عشان يعني لحد ما الشكل يطلع احسن حاجة. هاخد واحدة، هبدأ اعملها ازاي بقى. انا بسرح الاول الشعر كده، يبقى متسرح كويس. احط اول واحدة تحت وراها كده. انا عايزة الف الكيرلز بتاعتها ان هي تبقى يعني لورا، مش تبقى جاية على وشي لقدام. فبحط دي كده، وباخد الشعر كده لقدام، واقعد الفها كده. اهم حاجة وانا بلف اركز في حاجة معينة، ان الشعر يبقى كده، ما يقعدش طول ما انا بلف الشعر عمال يلف على بعضه. كده الفينش بتاعها لما يتفك هتبقى شعراية لف على شعراية، فمش هتبقى احسن فينش ممكن نطلع بيه. يعني طول ما انا بسرح اسلك الشعر كده، طول ما انا قصدي بلفها اسلك الشعر كده وابقى ماسكاه والفه، بحيث ان تبقى الشعرايه بتاعتها مفروده، ما تقعدش تلف حوالين نفسها. ماشي، بعد ما خلصت لفيت الشعر كله، انا كده عندي مفتوحه من فوق ومن تحت. دي باخدها بتنيها كده، والناحيه اللي تحت دي بتنيها على اخر حته في الشعره، بس كده كده اهي ثابته، ما بتفكش والشعر فيها ما بيفكش. جرب في واحده تاني، يعني مثلا دي، احط الشعر كده وراها، احطها ورا الشعر،
وابدا امسك الفصلة واعملها كده. هاخد الجزء اللي قدام ده هقسمه على 2، وهعمل برضو نفس الكلام واجيب اظبطها بس كده، هعملهم واجيب كده. عملت الاتنين اللي قدام. هاجي بقى على اخر جزء كده من اللي ورا ده، هقسمه 3 خطوط بالعرض، وكل خط فيهم هقسمه برضو الاتنين واكمل على كده، فهعملهم برضو واجيب. انا كده هنا عملت 8، خلاص اخر 2 عشان اكمل 10 الناحية دي. قلت ندردش مع بعض شوية في الحاجات اللي هي بتبقى حلوة في الفليكس رولز، او مثلا الحاجات اللي ممكن متبقاش حلوة فيها وكده. واقول لكم برضو التركية بعملها في الحتة اللي فوق دي. الفليكس رولز كانت بالنسبة لي كويسة جدا، لان انا اوريدي زي ما قلت شعري مش بيعمل كيرلي خالص، وهو اصلا مفروض يعني على الاخر، ف ستيل مش بعرف ان انا مثلا اكون بعمل شكل مختلف. وجربت حاجات كتير هبقى اوريها لكم في الفيديوهات الجايه، بس يعني ما كانتش برضه بتبقى احسن نتيجه. يعني كانت يعني دي الوحيده اللي مثلا كانت بتديني شكل الكيرلي اللي هو ممكن يكون ضيق شويه. مشكلتي مع الفليكس رولز كانت حاجه واحده، ان هي بتبقى شاده الشعر قوي. يعني لو واخدين بالكم هي هنا شاده الشعر قوي، فمش بتعمل فوليوم. يعني لو حد اللي هو مثلا بيعمل شعره كله، مش هتبقى بتديله فوليوم قوي من الشعر من عند الجذور هنا، لكن من تحت بتبقى عامله اللي هي الفوليوم الهايش ده. هايش حلو مش وحش يعني. دي حاجه. بتاخد وقت قد ايه على ما بتنشف، دي بتبقى الى حد ما حسب كل شعر وعلى حسب عدد الحاجات اللي احنا بنبقى حاطينها. يعني انا مثلا هنا حاطه 20 بس، ف يعني هتاخد وقت شويه على ما تنشف، بالذات ان انا شعري اوريدي مش بينشف بسرعه. فلو حد مثلا شعره مش بينشف بسرعه زيي، هتاخد وقت شويه. فدي برضو بنحطها. انا لما كنت ببقى مستعجله مثلا كنت بحط عدد اكتر علشان يعني الشعر ينشف بسرعه. انا مش بحب استخدم فيه الاستشوار، ف يعني بضطر ان انا اخليه يقعد ينشف بالوقت الطبيعي اللي هو بتاع الشعرايه يعني. الاستشوار ممكن نستخدمه على البارد. طبعا احنا بنعمل الحركه دي علشان يبقى الشعر ما نقربش بيه اي حراره، فبالتالي احنا مش هينفع نحط فيه حراره، فبنعمل الحركه دي. ويا اما نسيبه ينشف لوحده كده مع الهواء، يا اما بنحط الشعر بالاستشوار، بنشفه بالاستشوار. انا كده خلصت الجنب دوت، حطيت له فيه ال10. هكمل على الجنب دوت واوريكم برضو بنعمل ايه هنا. احنا كده كده اتكلمنا عن التقسيمه، فانا مش هوريها لكم تاني، بس اعلمها كده هوريكم حته هنا. احنا هناك كنا بنلف الشعر كده، احنا هنا بقى هنعملها العكس علشان برضو نلف الشعر لورا. لو احنا عايزين الشعر يبقى يعني اللي هو باين ان هو اكنه ناتشورال شويه، ممكن ما نعملهمش بالانتظام، يعني ان هو يبقى كله راجع لورا كده. ممكن نعملها العكس شويه، انه شويه طالعين لقدام وشويه طالعين لورا في اي اتجاه، علشان يعني اعتقد الناس اللي شعرها كيرلي بيبقى شعر كده اكتر يعني. بعمل دي كده، انا لفيتها ايه لورا، برضو حطيت البتاع ورا الشعر، وبعدين قعدت الف بقى الشعر اجيبه كده لورا. بس دي بعملها الناحيه دي كده. نكمل. دي كانت ميزه لو الشعر اللي هو اوريدي ستريت زي شعري كده مش بيعمل كيرلي، بتبقى حلوه برضو للناس اللي هي بيبقى شعرها يعني كيرلي، بس مثلا نتيجه ان هم قعدوا يعملوه مكوه كذا مره، هي شعرهم ما بقاش بيعمل كيرلي. يعني مثلا بيبقى فيه زي كام خصله كده مثلا بتبقى قدام او بتبقى في النص وكده، مش بتقدر تعمل كيرلي. فممكن على فتره كده مثلا لو هي برضو مش بتيجي بالفينجر كولينج والحاجات دي، ان احنا نعملها بالفليكس رولز بتنفع يعني شويه، ان احنا برضو نخلي شعرها الى حد ما ترجع تاخد الشكل بتاعها يعني. بس اعتقد تقريبا دي اغلب الحاجات اللي هي ممكن تبقى على الفليكس رولز، في فكره ان هي مثلا بنعملها ازاي، بتاخد وقت قد ايه على ما بتنشف.
احنا كده قلنا ايه كمان؟ وعلى موضوع دي انا كنت نسيت اقول لكم، انا لما باجي اعملها بسيب يعني في الحتت دي بسيب شويه ان انا ما اخليهاش عند مسام الشعر قوي، لا بسيب حته كده بحيث ان هي يعني دي اللي تعمل فوليوم شويه لو مثلا هعملها بالمشط من تحت بعد كده. بس اعتقد دي تقريبا كل الحاجات اللي ممكن تبقى معلومات عنها. لو برضو عندكم اي اسئله تانية عنها اكتبولي في الكومنتات وانا هبقى ارد عليها. هخلص شعري واوريكم شكله في الاخر بعد ما عملته كده وارجع لكم. اوكي انا كده خلصت، حطيت ال20 واحده في شعري. كنت عايزه اقول حاجه، انه يا ريت لو هنعمل البتاعه دي بنعملها الصبح علشان بيبقى صعب جدا ان احنا ننام بيها. فلو انت مثلا عارفه انك عندك مشوار بكره وعايزه تعمليها اعمليها يعني مثلا النهارده الصبح، بحيث ان انت فعلا مش هتعرفي تنامي بيها، ان بتبقى واخده حجم وبيبقى النوم بيها صعب جدا وبتشد الشعر. فده كده شكلها. انا هسيب لكم فيديو في الاخر بعد ما اكون فكتها، وانا بعد ما افكها هي بتبقى كده ببدا اوسعها، بحط على ايدي مثلا كريم او سيرم او اي حاجه وببدا اوسعها. بس ده بيبقى شكلها كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، ونعمل بقى كومنتات كتير بتاع ده. ولو حد جربها يقولي في الكومنتات ان هي جربها وتجربته معاها عامله ازاي. انا عامه فعلا لما دايما باجي ببقى عايزه اعمل شعري كيرلي وكده بستخدم الطريقه دي، ان هي بتبقى فعلا بتديني فينش حلو جدا في الشعر، وبتقعد اكتر من يوم معايا. يعني مثلا ممكن تقعد في رينج 3 أو 4 ايام كمان. مديه شكل حلو جدا للشعر. فشكرا لمشاهدتكم لغايه الفيديو لغايه كده، وباي.